ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده من مطبخ ام البنات هنعمل الفطير من اكلات السهله السريعه اللي الولاد. طبعا انا مش بتكلم عن الفطير البلدي بتاعنا، لا انا بتكلم عن الفطير اللي انا دايما ولادي بيعذبوني بيه ويطلبوه. وبعمله لهم في اي وقت بقى، فطار، عشاء، تسالي، فما فيش منه مشكله خالص، بنعمله بخطوات سهله جدا. قبل ما ابدا في الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس. وصفة النهاردة مكوناتها بسيطة جدا جدا جدا، وتجهيزاتها كمان بسيطة جدا جدا. كل اللي انا محتاجاه ده كيلو الا ربع دقيق، وهحتاج مية دافية للعجن، وركزوا في كلمة دافية دي، ما ينفعش المية تبقى باردة، لازم تبقى مية دافية. وملح بس. هنبدأ مع بعض. بسم الله. اول حاجة هعملها، انا عندي المصفى دي مخليها بس لنخل الدقيق، فانا هنخل الدقيق بتاعي اهو. نزل الدقيق حبة بحبة وانخل. طبعا ده دقيق متعدد الاستخدام، يعني متعدد الاغراض، دي ابيض عادي. مش عارفة الكاميرا كده ايه. بسرعة 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 بسرعة. يلا وانتوا معايا دلوقتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا باقي الفيديوهات. انا دلوقتي عجن دخلت الدقيق عشان اتاكدت انه نضيف جدا وهو ما طلعش اي حاجه. دلوقتي هحط عندي بقى، انا بحبه لاني هعمله مسكر، يا دوب معلقه ملح بس، معلقه ملح. ودايما لما تيجي تعجني اعملي تجويفه في النص كده، عشان وانتي بتحطي الميه. هنبدا نحط الميه بالتدريج، اوعي تكتري ميه او تحطي الميه مره واحده. وقلبي بقى كده الميه تدخل اهي، بالراحه بالراحه عشان ما اضطرش ازود دقيق. اوكي، انا هكتفي ميه دلوقتي وهنشربها. طبعا انا من هواة العجين بايدي، بس يعني مش عارفه، بس الفطير لازم يتعجن بالايد بصراحه، مهما تحاولي يعني لازم في الاخر ايدينا هتشتغل. كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا هلم العجينه تتلم معايا كويس جدا. فطيره العجين من عوامل نجاحها انها بتبقى شاده شويه كده. انا لسه هحتاج ميه. باكد تاني معلومه، الميه لازم تكون دافيه، لان هو ما فيهوش خميره، فدفيان الميه هو اللي هيخليها ترفع معايا. تمام. انا هبدا اسيب الاسباتولا بقى واعجن بايدي. ف فخليكم معايا، هعجنه بس وارجع لكم على طول. تمام. انا دلوقتي عجنتها كويس جدا لحد ما لمت معايا اهي في الطبق، لمت خالص اهي، ما عادش فيها اي دقيق. فدلوقتي هبدا اطلعها من العجين بتاعي. وانا طبعا الرخامه بتاعتي غسلتها بخل قبل ما ابدا. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هرشرش دقيق كده عشان اخد يعني راحتي بقى في العجين. بوكساتك بقى بنياتك بقى، افردي كده لحد ما العجينه تبقى ناعمه جدا 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 جدا. بوكس يمين بوكس شمال اهو. اعجني بقى حوالي 10 دقايق. في الحته الصغيره دي هنعجن 10 دقايق، ايوه اهو اهو. اكمل عجن وارجع لكم، بس مبقاش عايزه الفيديو يطول عليكم عشان ما تزهقوش مني. اهو اهو ماشي. اعجني كده بوكسات. هكمل عجن وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. انا دلوقتي خلاص عجنت الفطيره لحد ما بقت ناعمه جدا 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 اهي. و آه ملمسها ناعم جدا، معجونه كويس جدا، ما بتقطعش معايا، شايفين؟ بمط اهي، مش بتتقطع في ايدي كده. انا وصلت للعجن المظبوط. لو بتلزق في ايدك شويه ما تشيليش هم، لانها كل لما بتبقى العجينه طريه كل لما بتبقى الفطيره كمان طريه وطعمها احلى. بس مش طريه لدرجه انها يعني اهي. ادي ايدي اهي. تمام تمام. يلا.
بعد ما عجنت عجنتي وبقت طريه وناعمه جدا، معلش كنت بدأت. انا جبت الصينيه ودهنتها زيت، زيت خفيف قوي يا دوبك بالفرشه كده، وبدأت اقطع الفطير. هوريكم ازاي هنقطعه. ازاي بنقطعه؟ انا هاجي امسك العجينه بتاعتي كده اهي، انا طبعا كنت قطعت قبل كده، وبقوم ايدي بتقرص عليها كده بس، واخد بقى الفطير بتاعي وايدي تلف اهي. شايفين ايدي بتلف بتلف. اتمنى تكون واضحه اهي. كل اللي انا بعمله ان انا ايدي بتلف على العجينه. شايفين ناعمه ازاي؟ ناعمه جدا في ايدي بصراحه، وعجينه بقى ملساء زي ما بيقولوا. وهفردها جنب بعضيها كده. تمام اهو. ايدي اهي، كل اللي بعمله بقرص جامد، وايدي التانية تسلك، قرصتها طلعت في ايدي اهي. على نفس الايد بلف ايدي اهي. صباعي ده بيلف وده بيكور، فبتيجي العجينة معايا اهي بالراحة خالص. شايفين حركة صباعي ده؟ هو اللي بيلمها كده. تمام اهي. شايفين؟ هكمل الكمية كلها وارجع لكم. دلوقتي انا خلصت كمية الفطير بتاعتي تقطيع. كل اللي انا هعمله ان انا بالفرشة وهدهن كل فطيرة من كل الجوانب. تمام، كل الجوانب كده. اتأكد ان الفطيرة من كل الجوانب مدهونة كويس بالزيت. زيت عادي خالص، يعني زيت ذرة موجود اوكي، زيت عباد موجود اوكي، المهم يكون زيت نضيف وريحته كمان نضيفة. تمام. انا هغطي كل فطيرة، شايفين من كل الجوانب وبلف حواليها زي ما بيقولوا اهي. فطيري ناعم جدا، وده دليل على انه معجون كويس. الفطيرة لو مش معجونة كويس مش هتديكي الملمس الناعم ده. زي ما قلت لكم تاني، ده كيلو الا ربع دقيق طلع لي كام فطيرة؟ 9 فطاير. 9 فطاير. طبعا ال9 فطاير دول ما يجوش فطيرة من الكبير اللي انا بحب اعمله، واللي انا ان شاء الله ناوية اعمله معاكم على القناة دي لو اتاحت الفرصة يعني. تمام. بعد ما عملت فطيري كده ودهنته كويس جدا واتاكدت من كل الجهات انه مدهون كويس جدا، هعمل ايه؟ انا هغطيه. طبعا الكيس ده مجرد بس عشان الفوطه بتاعتي ما تبص. هغطيه بالكيس ده وبعدين بالفوطه دي، وهسيبه نص ساعه وارجع لكم. طيب انا دلوقتي في الوقت اللي انا سبت الفطير فيه عشان يرفع، انا جهزت السمنه بتاعتي. عباره عن ايه؟ دي معلقتين سمنه كبار، عليهم معلقتين زيت كبار، برضو عليهم معلقتين قشطه كبار. انا بحب احط القشطه على السمنه كده عشان تبقى متوزعه كويس جدا على كل الفطيره، والفطيره تكون واخده النكهه الحلوه جدا. يبقى ده عباره عن سمنه وزيت وقشطه. تمام. ولو حضرتك بتستعملي بايركس زي حالاتي، اوعي تشيليه من على النار، تجيبيه على سطح بارد، لان انا تعرضت لفرقعه قبل كده بشعه. فدايما تخلي بالك وتستعملي العازل. تمام. احط ده على جنب كده بقى. اجيب فرشتي كده احطها فيه، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدهن ال انا عايزه ارجع الطبق ده ورا شويه. خلاص احنا عرفنا ايه ده. تمام. هدهن بس الرخامة بتاعتي. انا غسلتها بخل كويس جدا قبل ما اشتغل عليها. تمام. وهبدأ افرد الزيت كده وكده، ما عدتش احتاج زيت تاني ولا احط زيت تاني، لان انا اصلا الفطيرة بتاعتي مدهونة زيت. هبدأ كده واحاول بسم الله، احاول ابدأ باول فطيرة انا بدأت بيها. فطيري ناعم وجميل. شايفين الرفعة اللي هو رفعها دي؟ ساعدتني في ان البط بتاعه، شايفين، بيتفرد لوحده تماما. اوعي تخافي لو اتقطع او اتفتح منك وانتي بتعمليه، مفيش اي مشكله. بصوا مش محتاج حتى ان انا اشيل واشقلب زي ما بشقلب، هو مفرود لوحده. تعالي على الاحراف بقى ورققي الاحراف قوي 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 قوي. اهو اهو بفرد فطيري اهو. اهو بفرده كويس جدا جدا جدا. لو انا حته تقيله زي دي كده هدخل ايدي واسحبها. تمام اهو كده الفطير بتاعي اتفرد ورقيق جدا لدرجه ان احنا شايفين. هعمل ايه دلوقتي؟ الخلطه الجميله اللي انا عملتها بالقشطه والزيت والسمنه، هاخد منها وادهن الفطيره بتاعتي كويس جدا. بس اطبق بقى فطيرتي. اجيب الجنب ده كده وارفع
ارقق جوانب فطيرتي، وهجيب الجنب ده كده واحاول ما اتنيهوش وافرد اهو. الفطيره كلها متشربه كويس جدا اهي. وبعدين هجيب الحرف ده مت قوي كده وانا بشتغل اهي، وافرد. تمام. بعدين هفرد جامد 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 وهقلب. مهم. رققي عشان يديكي رقات اهو، وافرد وألم. دي بنسميها لمة المنديل اهي. كده الفطيرة بتاعتي صغنطوطة، هرجع احطها تاني مكانها في نفس الصينية، واجيب الفطيرة اللي بعد كده. مش هحتاج ادهن صينيتي زيت ولا حاجة لان هي بالفعل خلاص ناعمة. افرد فطيرتي وهوريكم لفة تانية. اعمل معاكم نفس الشكل ولا نعمل لفة تانية؟ بس انا احيانا بقى ايه الشملالة بتاخدني وارفع كده بقى، بس مش هتبان في الكاميرا فخلينا كده ماشي اهي. اهي شفتوا برقق ازاي اهي اهي. اسحبي ما يهمكيش، حتى لو اتقطع ما تخافيش اهو اهو. شايفه؟ تسحبي كده اهو ايديك كده اهي، وكده كده كده. شايفه فطرتي اهي. تمام اهي. ايديك بس كده بتفرغي الهواء وتفرديها. شايفه بقت رقيقه قوي ازاي اهي. اي حته تخينه بقى انا هسحبها كده. تمام. زي ما وريتكم لفه المنديل هعيدها لكم كمان مره اهي. ابتدي ادهن القشطه بالسمنه بتاعتي على كل جزء في الفطيره. دهنتها كويس جدا. هبدأ اطبقها برضو اهو اهي. افرد ارفع ايدي لفوق كده واجيبها كده، ودي برضو اهوي اهو كده جامد جامد ارقق اهو اهي. ومن هنا اهي اهي واطبق، ومن هنا قصادها ارقق 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 واطبق وافرد. تمام. بعد ما افرد هلم ادي دي واللي قصادها على طول، ودي ودي. دي تطبيقة المنديل تاني. هعمل لكم التطبيقة التانية وبعد كده هكمل الكمية لوحدي اهو. انا هفرد الفطيرة اهي بسرعة بقى اهي. اظن احنا ايه اتأكدنا من ان الفطير رفع. لو الفطير لقيتيه شادد معاكي او عجنته لسه شد معاكي، اعرفي انه لسه ما رفعش واصبري عليه شوية اهي اهي. اتمنى يكون واضح اهو. شفتوا الحته الصغننه بتفرد كتير ازاي اهي. فردتها كده رقيقه جدا بسرعه بسرعه الخليط بتاعي اهو. ادي قشطتي على سمنتي على زيتي اللي بيخليه مقرمش اهو. وادهن كويس جدا. وعلى فكره كل فطيره ما بتاخدش كميه سمنه كتير، يعني مش زي مثلا الفلاحي اللي احنا بنعمله بنبقى عارفينه بقى سمنه وقشطه وزبده وحاجات حلوه كده. تمام. اللفه التانية اللي انا عايزه اوريها لكم برضو بنسميها لفه الحوايه. انا بلف الفطيره كده وكده ماشي، وهفرد وبعدين هلفها كده تاني وهبرمها بقى برم كده كده. انا بصراحه ما بحبش اللفه دي مش عارفه ليه، بس هي بتبقى حلوه برضو اهي. واطول بقى فطيرتي زي ما انا عايز، وهفردها على ايدي واسحب كده والف، اشد كده والف، اسحب والف، اسحب اهي اهي، اسحب والف، اسحب والف اهي. على ايدي اهي بسحب وبلف اهي اهي اهي. واقوم جايب الديل ده في الاخر، يا اما احطه تحت يا اما احطه فوق عادي. انا هدخله ايه في اللفه اهي. ده الشكل التاني بنسميه لفه الحوايه. معرفش ايه سبب الاسم بس هي اسمها كده. هكمل بقى الكميه لوحدي وارجع لكم. اوبس.
انا كده خلصت تقطيع الكميه بتاعتي كلها، عملتها بشكل المنديل لان انا بحب المنديل، ووريكم شكل الحوايه عشان لو حد بيحب يعمله، اللي انا مش عارفه اصلا اساس اسمها ايه. دلوقتي بقى لو اتبقى معاكي سمنه وقشطه من اللي كنا بندهن بيها دي، اوعي ترميها، هتستعمليها عادي جدا في وانتي بتعملي رز، بتخلي الرز طعمه حلو جدا. الرز الابيض العادي بنحطه عليها بيبقى طعمه حلو جدا. تمام. دلوقتي بقى المفروض ان جت مرحله السوى. الاول بس هقول لكم نعمل ايه وبعدين نروح عند البوتاجاز. انا هشتغل على اول فطيره عملتها اللي هي دي، هبدا بيها واقول بسم الله. كل اللي انا هعمله ان انا هبطط كده. تمام. بس هحاول وانا ببط احول المربع ده لدايره بس. اهو موضوع سهل جدا. بس اهي. تمام كده. شايفين الدايره بتاعتي؟ ادي المربع انا فردته لدايره. هروح انا بقى البوتاجاز اولعه وانقل الموبايل عشان اوريكم هنسويه ازاي. تمام. دلوقتي بقى احنا اتنقلنا عند البوتاجاز. انا حطيت الصينيه على العين الصغيره ومخليها نص، يعني متوسطه، لا عاليه ولا بارده. هجيب الفطير. يعني يا ملك اعمل فيكي ايه يا ملك؟ امشي يا ملك لو سمحتي. هجيب الفطيره بتاعتي وهفردها في الصينيه كده بس. انا مش هعمل اكتر من كده. انا هجهز فطيره تانية على ما دي تاخد السوا. شايفين لونها بدأ يغير بسرعه ازاي؟ هو ده بالظبط اللي احنا محتاجينه. اول ما بدأ لونها يغير كده اعرف انها خلاص بدأت في السوا. طبعا الصينيه بتاعتي انا لا دهنت سمنه ولا دهنت زيت ولا دهنت اي حاجه، هي الفطيره فيها كل حاجتها. حاول ارفع كده. تمام جدا. ست ملوكه بس كانت فردت لنا الفطيره زياده، يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس يلا ربنا يهديهم. تمام. بدأت هي تاخد اللون معايا وهلاقيها ثابت خلاص من الصاج. هشيل كده وقت بس. انا معاكم اهو بكمل بقيه الفطيره اهي. انا ما بحبش الحوايه دي عشان بتتعبني في الشيل بصراحه. تمام. عايزه اقول لكم بقى ريحته تحفه. على فكره لسه ما خلصناش، بس اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، انا هفضل وراكم كده بقى. هلاقيها ثابت معايا اهي. ادخل بالراحه واوعوا تتلسعوا، اوعوا تتلسعوا عشان انا واحده اصابات. تمام اهو. اللي انا بعمله ده انا بدهن من الخليط تاني بس عشان انا عايزه يبقى اللون جميل. بفضل بقى اقلبها كده لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها على الوشين. وبرده هعمل هنا زي ما عملت هناك، هدهنها كده برده عشان تاخد معايا اللون الذهبي الجميل. وهوريكم بتبقى قد ايه من جوه رقات وهشه وجميله جدا. اهي. قسي بقى ايه بالفوران كده. لازم تبقي مجهزه جنبك الفطيره اللي هتدخل بعديها على طول عشان الصينيه ما تسخنش معانا قوي. ادي الفطير اللي ولادي بتعشقه في ثواني، مش في ثواني قوي يعني. اهو. شايفين لونها بقى جميل ازاي؟ ده خلاص كده دخلت معايا في درجه السوا. وشايفين بقت بتلمع ازاي برضو. عايزاكم بقى كلكم تعملوا لولادكم كده. الكيلو الا ربع دقيق اهو عمل معايا 9 فطاير.
تمام اهو. اتاكد بقى كده ومخرفش بقى ما اقولكوش. اهو اوريكوا الصوره التانية اهو. اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه. وهشيل على طول على الطبق بتاعي. وفي الوقت اللي انا شلت على الطبق انا مجهزه التانية هحطها على طول. اعدلها بس. هي هتاخد السوا في ثواني. اجيب الفطيره اللي عليها الدهن افردها عشان تكون جاهزه معايا. على فكره انا بحب اسوي الفطير كده في المونيا، يعني في صاج الالمونيا كده. تمام. انا هسوي الفطيره دي معاكم وبعد كده هكمل ايه. اول ما الاقيها بدات تديني اللون الشفاف كده اعرف انها بدات تدخل في السوا. زي ما قلت لكم عشان ابقى ضامنه ان هي مستويه. درجه الحراره انا موطيه العين مش عاليه ومش واطيه قوي، يعني معقوله. اهو شايفين بدات تاخد اللون الابيض ازاي. انا بلفها بس عشان ايه اضمن السوا في كل يمه، لان لقيت ده استوى كده. ها، اول ما بتاخد معايا اللون ده بعرف ان هي خلاص اقدر دلوقتي احركها. ادخل المقصوصه بتاعتي دي كده واقلب. اول برضو ما بتتحرك كده اعرف ان انا الوش التاني خلاص خد لون اهو. عايزاها تلمع معايا شويه اهو. القشطه بالسمنه اللي كنت بعمل بيها عادي جدا اهي. اوبس قبضه. تمام. دي اعتقد انها بتلمع اصلا مش محتاجه. باكد عليكم تاني، العله عاليه قوي ولا هاديه قوي عشان تبقى الفطيره من قلبها مستويه كويس جدا. هقلب كمان قلبه. شايفين اصلا وانا بقلبها هي عامله رقات ازاي. وريحته بقى ما اقولكوش، يعني حته الزبده كده مع حته السمنه البلدي مع القشطه مطلعه ريحه جميله جدا رغم ان العجينه اهي. تاني هقول لكم عجنته ازاي من البدايه. عجنته 3/4 كيلو دقيق او كيلو الا ربع دقيق على حسب كل واحد بيقولها ازاي. وخدت ميه بالراحه بالراحه. الميه لازم تكون دافيه وما تنسوش الملح. انا حطيت معلقه صغيره ملح لان انا مش عايزاه يكون حادق، لان انا هعمله للولاد حلو. تمام. لو بتعمليه حشوات حادق زي ما هعمله لكم بعد كده برضو في فيديو تاني وهعرفكم ازاي نسويه بطريقه مختلفه عن البوتاجاز من فوق، هبقى اكتر الملح شويه. تمام. بعجن لازم العجينه تبقى معايا تاخد حقها تالت ومتلت في العجين. شايفين شكله حلو قوي ازاي. لازم العجينه تاخد حقها تالت ومتلت معايا. اعجني على قد ما تقدري. يعني انا لما تعبت خليت لو انت عندك بنانيت زي حالتي كده يبقوا يساعدوكي في العجين. شايفين الفطيره لونها حلو قوي ازاي وانا متاكده انها مستويه من جوه. شايفين نفخه اهي اصلا. شايفين شكل الرقات. مش عارفه باينه ولا ايه بس انا شايفاها اهي. شايفين اللون بقى ذهبي وجميل ازاي. ولا تقولي لي بقى فطيره في الفرن ب3 جنيه، ولا تقولي لي فطير الفرن بيبقى مجلد اصلا وملوش طعم. ده هتعمليه وانتي قاعده في الحجر الصحي والحبسه اللي كلنا محبوسينها دي. تمام. انا كده الفطيره بتاعتي ادي وشها من اليمه دي اهو وادي وشها من اليمه التانيه اهو. هبدا بقى اشيلها اهي وهكمل. الفطيره اللي انا مجهزاها اهي. على طول على طول على طول اقوم رافعه.
واحاول اظبطها كده لو اتعوجت مني. تمام، هتبقى بقى تستوي وهكمل الفطير وارجع لكم. طبعا وده الفطير بتاعي بعد ما استوى، طبعا طري جدا جدا جدا. لما تطلعوه ومقرمش، سامعين صوت القرمشه؟ سامعين صوت القرمشه؟ يعني مقرمش وطري في نفس الوقت. عارفين انتوا بقى برنامج ما يطلبه المستمعون؟ ده اللي هيحصل معانا دلوقتي. ماما احنا عايزينها بالسكر يا ماما. فكل اللي احنا هنعمله سكر البودرة الجميل كده، وكده هيبقى فطير بالسكر. نلفها بقى. ادي فطير بالسكر. ماما عايزينه بالشوكولاتة يا ماما، عيون ماما. ونغطيها بقى كويس كده. دي شوكولاتة سندوتشات عادية جدا. ونلفها برضو، ودليل على ان كلامي صح وانه طري جدا. شايفين بيتلف معايا بسهولة ازاي؟ ادي بالشوكولاتة. تنتتا. يبقى عملنا بالسكر وعملنا بالشوكولاتة. طيب ماما احنا عايزينه بالعسل. ثواني بقى نختار فطيرة للعسل. العسل ده اللي هو الشربات، السيرم. ممكن تعملي له شربات عادي جدا زي بتاع الحلويات، وبتبدأي تحطيه فيه. بس انا هشيل الطبق ده كده. ثواني بس اجيب معلقة وهبدأ انزل الفطيرة كده في الشربات بتاعي اهي. اهو، من هنا ومن هنا. عايزه اقول لكم ريحته، على فكره احنا دقناه، ما استنيناش ان احنا نخلص الفيديو، احنا كنا شغالين وبندوق على طول. وهسيبها تتصفى كده. احطها بقى في الطبق كده، مش هعرف احطها. هعمل كمان واحده بالسكر عشان بالعسل كده. ده عسل عادي جدا زي بتاع الحلويات. تمام، كمان واحده بس كده. كل واحد طلباته مجابة. بعد كده بقى انا ماليش في السكريات. هجيب منديل. انا ماليش في السكريات خالص. فانا هعمل ايه؟ هجيب الطبق ده قدامي كده وهعمل لي انا بالجبنه. عشان كده كنت بقول لكم نخلي الحدق مظبوط، لا حدقه ولا مسكره. تمام. عندك بقى زيتون، ظبطي نفسك. عندك عايزه تعمليه بجبنه ميكس، بيبقى تحفه، وتقومي مدياله صدمه تاني بعد ما تلفيه. عايزه بالجبنه القديمه اللي هي بنقول عليها جبنه حادقه، بيبقى تحفه برضو. وشريحتين كده فلفل ملون بقى. ظبط نفسي انا. ساره بتضحك. تمام، وهلف. يبقى كده كمان عملنا فطير اهو. ضغطناها بالجبنه. وبقى ادي فطير بالعسل بيلمع وجميل جدا، وادي فطير بالسكر، وفطير بالشوكولاته، وفطير بالجبنه. وتقدري تحشيه اي حشوه انتي محتاجاها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش كومنت تقولوا لي فيه رايكم وتجربوا فيه الوصفات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم باقي الفيديوهات. دي مش اخر حلقه للفطير، لسه ليه حلقه كمان وان شاء الله تبقى اقوى من دي. تمام. في النهايه بشكركم جدا 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 واقول لكم باي باي. وكده وصلنا للشكل النهائي للفطير. فطير جبنه، فطير
فطير شوكولاتة، فطير بالسكر، فطير سادة خالص، فطير بالعسل. بألف هنا وشفا. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. بصراحة لو مشيتوا على الخطوات، اهم حاجة في الفطير واهم خطوة في الفطير انه يتعجن كويس. بعد كده كل الطرق سهلة جدا، او كل الخطوات سهلة جدا 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 جدا. منتظرة رأيكم، منتظرة تجربوا الوصفة، منتظرة الكومنتات. باي باي.